كانت تجربتي مع كل المقاشر دي، عشان بس الناس اللي بتقولوا لي انت اللي ما بتعرفيش تستخدميها يعرفوا ان انا مستخدمه كتير قوي. اشتغلت يعني كسفه ما بعدها كسفه. استخبى منكم فين؟ مش عارفه هم ليه كلهم كسفوني واشتغلوا معاكم حلوين دلوقتي. امال جوه المشكله تقريبا في المطبخ، لاني شغاله في الريسبشن اهو الله ينور، كلهم بيقشروا. نزلت لكم عنها بوست امبارح والدنيا قامت ما قعدتش. ناس كتير قالت لي انها حلوه جدا 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 ومنجزه معاهم وكل الكلام دوت وشكروا فيها جدا، وناس قالوا فعلا انها مش حلوه واوحش مقشره للبطاطس او الجزر جابوها. وناس كانت بتسال هي ايه دي، مقشره للبطاطس للجزر لاي حاجه رقيقه، بطاطا خيار اي حاجه عايزه تشيلي قشرتها، تفاح براحتك قشري بيها اللي انت عايزاه، مش بتاعت حاجه معينه. طيب ناس بقى قالوا لي ان انا مش عارفه استخدمها، ده تعليق برضو هرد عليه. ازاي مش عارفه استخدمها؟ انا مشكلتي في الخامه بتاعت دي مش في الاستخدام، فبرضو هقول لكم عليها. غير ان انا كنت منزله لكم بوست عنها وهي لسه بورقتها بشكر لكم فيها وقد ايه بقى انها لقيت حاجه ستانلس ومتينه هتعيش معايا، وقلت لكم هاتوها وبلاش البلاستيك عشان البلاستيك بتاعتي كانت اتكسرت. بس اما جربتها على اساس تعليقات اول ما شافوها بورقتها قالوا لي دي وحشه، وانا كنت لسه جايباها ودافعه فيها المبلغ الحلو ماشي، او مش مبلغ قوي 60 جنيه بس. بالنسبه للمقاشر انا جايبه حاجات ب5 جنيه وب10 جنيه، فطبعا دي غاليه 60 جنيه بس ماشي. كنت لسه دافعه فلوسها ولقيتهم كاتبين لي تحت في التعليقات دي وحشه وبتاع، قلت لهم لا ما تصدمونيش ده لسه جايباها. فقررت اجربها وطلعت فعلا زي ما قالوا لي انها مش حلوه. ممكن تبقى عند ناس حلوه بقى والعيب في اللي عندي واللي عند حبه معايا، او مش عارفه المشكله فين. فيلا تعالوا اقول لكم الحاجات اللي عندي ايه. طبعا وانتي تايهه في بحر الرفايع في الاول كده، اي رفايع بتلاقيها في طريقك بتجيبيها. فانا كنت جايبه واحده ب5 جنيه والله العظيم من على العربيه ب5 جنيه كده، كانت فظيعه، كانت ايدي ورجلي وكنت بعمل بيها كل حاجه، وكانت حاميه جدا وكانت حلوه جدا الصراحه. بس للاسف وانا بقشر البطاطس وحطيتها سندتها على الكيس بتاع القشر على اساس لو احتجت تاني، وبعدين اتلمت للاسف واترمت في الباسكت عزكم الله يعني، فضاعت. كنت جايبه دول اول الجواز بقى، بعد ما كنت جايبه التانية، بس دول بقى لقيت بقى شكلهم بقى حلو كده وقالوا تركي ومش تركي ومش عارفه ايه، رحت جبتهم مش بيقشروا خالص، الطويله واللي شبه حرف التي اللي الناس قالت لي عليها في التعليقات اهي ومش حلوه. طب وانا عندي دي بس حرف التي تاني مش حلوه جايه مع طقم السكاكين، زي حرف التي نفس الفكره بالعرض مش حلوه كانت ب5 جنيه. بس بقيه الحاجات اللي معاها دي حلوه قوي الصراحه، بحب قوي ان انا ابشر بالبتاعه دي لو جزريه على السريع كده، والتقطيعات بتاعت دي حلوه والهرس هنا حلو، كل حاجه فيها حلوه الا المقشره عيانه. البرايه نفس فكره حرف التي كانت حلوه جدا جدا، الشفره بتاعتها هنا كانت حلوه قوي، بس مش عارفه نقلتها في واحده تانية على اساس سهوله الاستخدام، بس مش عارفه راحت فين للاسف. انا لسه فاكره الموضوع ده، هحاول ادور عليها واركبها في اي حاجه من اللي عندي دول. البرايه حلوه جدا في التزيين، حاميه كمان على فكره، الشفره بتاعتها ممتازه. البرايه دي بتبقى حلوه في التزيين بقى، بتطلع لك شكل البري ده للخيار او الجزر او الحاجات دي لو بتزيني اطباق جنبيه. جبت الهنومه ب60 جنيه ماشي. دي بقى مشكلتي، مش انا اللي مش عارفه استخدمها ولا الفكره انها طوليه او شبه حرف التي او الكلام ده، المشكله انها هنا دي واسعه قوي. اللي قاعدين يقولوا لي اعدلي فكي الشفره وركبيها العكس او كده او حسب ملكه ايدك، حاجات تعليقات كده كتير جات لي هي واسعه. بصوا انا مسافه ما بعمل كده على الجزرايه او البطاطايه بتكون دي اتحركت من مكانها، شايفين واسعه قوي مش ثابته. فمش عارفه المشكله في دي اللي عندي وعند بعض الناس اللي بيشتكوا منها، ولا المشكله في ايه. هي المفروض انها بتقشر بس عايزه ان انت تفضلي مثبته البتاع ده، مش عارفه اثبته بايه او ازاي، بس فهجرب معاكم دلوقتي جزرايه لايف. وجبت في الاخر القمر دي ب 18 جنيه ونص، جايباها من 6 اكتوبر اللي هو بتاع الادوات المنزليه، حلوه جدا بس هي مشرشره ماشي، حلوه قوي 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 فظيعه، وشكلها كمان كيوتي قوي. بصوا شكل الجزرايه مسكتها حلوه ومشرشره، مع اني انا كنت بحب اي حاجه المقاشر دي تبقى اللي هي الناعمه. واستنوا دي كمان هديه شبه حرف التي، بس دي لسه زي ما انتم شايفين انها جديده وبورقتها، فهجربها بقى معاكم ونشوف هي حلوه ولا وحشه. مش هقدر ان انا اقول لكم ايه رايي فيها الا لما نجربها سوا. هنجيب جزرايه بقى ونجرب. جبت الجزر وهنقشره، طبعا جبت الصغير عشان ايه ما نهدرش كتير جزر. حتى باسكت اعزكم الله تحت رجلي عشان ما تفتكروش اني برمي على الارض وعفانه وكده. بصوا بتقشر، انا معاكم انها بتقشر وحاميه، بس ده بيقعد بقى يجري مني. ما شاء الله كسفتني قدامكم كسفه وحشه قوي شغاله ما شاء الله الله ينور. بصوا بتقشر اهي كويس جدا
مش عارفه. بس هي وانا بعمل في الطبيعي بتتحرك ماشي، بس هي اشتغلت يعني. الكسفه ما بعدها كسفه. استخبى منكم فين؟ اهي اشتغلت يعني، يا رب الناس اللي قالت حلوه هي شغاله برضو اهي، حلوه وحاميه. بس انا كانت مشكلتي كلها في البلاستيك. كنت جايبه واحده بلاستيك كانت حلوه جدا، كنت جايباها من بيم، كانت حلوه قوي. بس المشكله ان البلاستيك مع الوقت ومع الاستخدام الفتحه بتاعتها اللي هي بتبقى متثبته فيها دي وسعت وقامت موقعه الشفره بتاعتها خالص، ده للاسف. بس دي حلوه ما شاء الله حاميه. ميرسي جدا، ميرسي 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 على الشفره التانية. بصوا بقى الجزرايه اللي انا جبتها، بتطلع الطبقه رقيقه خالص وبتنضفها وبتخليها حلوه. دي الاولانيه اللي كنت جايباها ساعه جوازي. دي اولا بتاخد حته كبيره قوي ومش سلسه في التقشير. انا مش عارفه هما ليه كلهم كسفوني واشتغلوا معاكم حلوين دلوقتي. امال جوه المشكله تقريبا في المطبخ، لاني شغاله في الريسبشن اهو الله ينور، كلهم بيقشروا. بس دي بتاخد حته كبيره من الجزرايه. دي بقى المفروض ما بتقشرش خالص، لو قشرت هنا يبقى فعلا مشكله في المطبخ. اهي الحمد لله. الوحيده اللي ما كسفتنيش النهارده. بصوا مفيش ولا حاجه وقعت ولا حاجه اتقشرت ولا اي حاجه. بصوا بتعمل ازاي، مش بتقشر. نفس الشفره بتاعتها دي، نفس شفره دي، بس دي اشتغلت معايا دلوقتي، اتكسفت منكم. انتوا خليكم معايا على طول. تعالوا اجرب لكم دي. شايفين بقى مفيش اي حاجه بتنزل، ده اللي كان متقشر من اول واحده. بصوا بصوا بتطلع ايه، بصوا مش بتقشر خالص. خلاص فدي نجرب دي قشرت شويه. بس بصوا بتقشروا ازاي، مش زي المقشره التانية. دي بقى البتاع بتاعها ده ملوح خالص، مش عارفه الشفره بتاعتها ملوحه خالص فمش بتقشر عدل. دي فاقدين فيها الامل. اجرب لكم دي. ايوه بصوا بقى، بصوا بقى، بصوا انا بحب اللي تقشرها حته كده على بعضها، مش خفيفه ومش تقيله، بس تكون قطعه واحده مش نازله رفيعه اللي هو بتقشر شرايط كده. بصوا ممتازه الشفره بتاعت دي بجد حلوه جدا جدا. وبس كده، دي كانت تجربتي مع كل المقاشر دي، عشان بس الناس اللي بتقولوا لي انت اللي ما بتعرفيش تستخدميها يعرفوا ان انا مستخدمه كتير قوي. والمشكله مش في الاستخدام، المشكله في النوع او حديه الشفره بتاعتها، بس مش اكتر. انا بعرف امسكها الحمد لله وبعرف اقشر بيها وكل حاجه. انا ما بعرفش اقشر من غيرها. انا لما كانت بتاعتي اتكسرت وكانت اللي قبلها ضايعه، انا ما كنتش بعرف اعمل اكل خالص في بطاطس او جزر، كنت ببعده عني كده، اجل صينيه البطاطس مره تانية اما اجيب القشره. ما بعرفش اقشر بطاطس بالسكينه ولا الجزر ولا اي حاجه رقيقه كده ان انا اعرف اقشرها. ممكن التفاح لكن الحاجات التانية دي خالص. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ده استنوني في فيديو جديد وحلقه جديده في فنون مع هبه، ويا رب اكون افدتكم ورديت على كل اسئلتكم. يلا باي.